فعاليات آخر يوم لازم نصور صور. تقييمي 9 من 10. طبعا قبل كل شيء الصباح لازم نضبط كوب قهوة. هذه طحونة القهوة، ناخذ ملاقة، هذه الملاقة الثانية. بعد ما ضفنا الماء نجيب القهوة. وجهزت القهوة وجهزت كل أغراضي وطلعت من الشقة وتأكدت أني ما ناسي شيء. اليوم عندي كلاس الساعة 2 الظهر، فأني لازم أوصل شوية بدري، وعسى يكون يوم جميل وخفيف ومفيد، ويكون كذا يوم بسيط وراح نستمتع إن شاء الله. يا سلام يا سلام على الأجواء الجميلة. هنا في بكين قبل لا تطلع من البيت لازم تشوف درجة الحرارة. فاليوم درجة حرارة 26 تقريبا، الجو جميل يعني. الجامعة تقريبا تبعد عن مكان سكني ساعة بالمترو. فالحين بروح أوريكم كيف طريقة تحجز المترو أو تدخل المترو، ونفس الشيء الأجواء داخل المترو وكذا. حاليا أدرس ماستر في بكين، تحديدا في جامعة الصين الزراعية. الحياة في الصين بشكل عام كلها في الموبايل، يعني تقدر تدفع، تقدر تستخدم المترو، تطلب تاكسي، أي شيء. يعني الحين أنا بروح بالمترو ترانسبورت، هذا المترو، من خلال هذا الكود يعني أدخل المترو وأطلع، ويتم الخصم مباشرة من خلال التطبيق. في محطة المترو الحين بندخل من هنا في لاين 7. تخيل مدينة فيها مترو يوصلك تقريبا لأي مكان. هذا هو مترو بكين، أجمل وأنظف وأكبر مترو في العالم. من 1996 للحين شغال، وفي أكثر من 25 خط وأكثر من 500 محطة. متخيلين ينقل يوميا فوق 10 مليون شخص. المواعيد دقيقة جدا، والدفع إلكتروني عن طريق الQR كود. وفي بعض المحطات التصميم كأنه متحف من كثر ما هو جميل. بكين فعلا رائدة في النقل الذكي، وتجربة المترو في بكين ما تتفوت أبدا. وهنا وصلت آخر محطة ونازل رايح للجامعة. هذا هو شعار الجامعة، China Agriculture University، من عام 1905. جامعة عتيقة جدا. وهذه البوابة الحين بدخل الجامعة. طبعا الجامعة كبيرة جدا، يعني فيها أقسام وكليات كثيرة. ففيها الإيست والويست، نحن الحين في الإيست. فراح أوريكم المكان بشكل سريع، لأن تقريبا بعد نص ساعة يبدأ الكلاس، فعندي وقت شوية أخذكم معي جولة سريعة في الجامعة. في جامعة الصين الزراعية فيها كلية الزراعة، وهذه كلية الزراعة تعتبر من أفضل 5 كليات زراعة في العالم. ما أعرف إذا فهمتوني صح. أهم شيء إنها يعني جامعة جدا عريقة، ولها لها ما أعرف شيء كذا حلو يعني. هذه هي جامعتنا الجميلة، شوفوا الجمال.
هي الجولة السريعة في المكان. والحين خلاص بروح الكلاس. لسكم. هذا هو الكلاس. أول واحد واصل. هذا هو الكلاس. ما أقدر أتكلم واجد. فعاليات آخر يوم لازم نصور صورة جماعية. وخلاص خلصت من الكلاس ورجعت إلى السكن عن طريق التاكسي هالمرة، لأني كنت تعبان فما خذيت المترو. وصلت المول. هذا المول من داخل. اللي حلو في هذا المول إنه قريب سكني، يعني تقريبا 3 دقائق مشي أوصل. بس قبل لا أروح أخذ الأغراض بروح مرة أخذ لي كوفي، وبصور لكم كذا الأسعار القهوة عندهم والأنواع اللي موجودة. هذه هي الأسعار تقريبا. عائلة الأمريكانو الإسبريسو 20 يوان. أوريكم أنا وش طلبت. آيس أمريكانو بالكوكونات وهوت أمريكانو. هذا السعر كلهم دبل شوت 35 كواي. آيس أمريكانو لكن عليه الكوكونات. صراحة الفكرة جميلة وطعم جميل. تقييمي 9 من 10. جميل. والحين بعد ما خلصنا من القهوة نروح ناخذ الأغراض على الشقة راشن يعني، ونراويكم كيف الأسعار والمنتجات الصينية الموجودة. وخذيت عربة التسوق ونروح مع بعض نشوف الأسعار. أول شي صادفت قدامي البلو بيري، كان سعره تقريبا ب10 كواي. والتفاح بعد كان 5 حبات تقريبا ب10 أو 11 كواي. وجينا عند الموز. الموز كانت نفس الشيء، أسعاره ما بين 24 إلى 26 كواي. أما الأناناس كان أسعاره مناسبة يعني نوعا ما، سعره تقريبا ب26 كواي. وجينا عند العنب. في نوعين من العنب، الأحمر والأخضر، بس اللي مستغرب منه أن الأخضر أغلى من الأحمر، ما أعرف ليش. تتوقع وش السبب؟ وهذا سعر البرتقال تقريبا الكيلو ب9 كواي. أما البطيخ في الصين وخاصة بكين حقيقة عجيب، لذيذ جدا. وهذه أسعار بعض المنتجات الغربية. عندك كريمة الطبخ تقريبا كانت ب20 كواي. الأجبان ومنتجاتها أسعارها شوي مرتفعة في بكين، يعني الحين نفس ما نشوف اللي هو البقرة الضاحكة الحبة كان تقريبا ب24 كواي، أما المنتج الصيني تقريبا ب17. وهذا الجزر أيضا السعر ب3.5 كواي. وأنا من عشاق الذرة. هذه الذرة سعرها كان تقريبا ب10 كواي. البصل والثوم هذه كلها منتجات صينية وأسعارها جدا مناسب، وكذلك الزنجبيل. والأسماك حسيت أسعارها جدا مناسبة بعد. هذا الروبيان كل أسماك فريش تأتي من أطراف الصين، خاصة المناطق البحرية أو الساحلية. عاد الناس اللي تحب السي فود وفي الصين كل أنواع اللي يخطر في بالك موجود.
من الروبيان، الحبار، الأسماك بكل أنواعها موجودة. وسعر البيض كرتون فيه 30 حبة تقريبا ب25 كواي. والأندومي صديق الجميع موجود أيضا 5 حبات تقريبا ب12 كواي. وهنا المشروبات الغازية، هذه كلها منتجات مصنوعة في الصين، أسعارها ما بين 3 إلى 4 كواي. هذه هي الأسعار بشكل عام في الصين يعني. منتجات، طبعا منتجات كثيرة، بس حبيت أصور لكم الأشياء اللي متعود أنا أخذها والأشياء المهمة يعني. والأسعار تختلف يعني كل مكان وأسعار، ما كل الأسعار ثابتة. نفس الشيء المنتجات تختلف، ما كل المنتجات اللي هو نفس الأسعار. في منتجات صينية ومنتجات غربية. الغربية دائما تكون أغلى من المنتجات الصينية. وإذا حابين أصور لكم أشياء ثانية كتبوا لي في الكومنت، وإن شاء الله راح أصور لكم كل التغطيات الموجودة. أغلب الأشياء الموجودة راح أصور لكم إن شاء الله. وخذيت الأغراض للشقة وبعدها جهزت وحبيت أني أطلع. دائما الحين صار وقت العصر، وحبيت أشارككم الفعاليات اللي بالعادة أسويها يعني. هذا هو السيكل، تقدر تستأجره باليوم يعني، تعمل سكان وخلاص، وكذا تقدر تستخدمه طول اليوم. وقت اللي تريد ترجع توقف أي مكان. اللي يعرف بكين بس على أنها مدينة زحمة ومباني عالية ما شاف الوجه الثاني لها. الطبيعة هنا شيء ثاني، حدائق كبيرة، أشجار تمتد على مد البصر، ومسارات تمشي فيها وانت مرتاح. كل زاوية فيها ورد، وفيها بحيرات صغيرة تعكس شكل السماء، تحس كأنك في لوحة فنية. وانت تمشي في كل زاوية بتشوف الناس اللي تمشي، وبعضهم اللي تقرأ، وبعضهم بس جالس يتأمل ويستمتع بالهدوء. حقيقة الجو يساعد، خصوصا في الصباح أو وقت المساء والغروب. وأنا حقيقة أحب أمشي في هالأماكن عشان أروق وأصفي ذهني شوية. تحس إن الطبيعة في بكين ما بس للزينة، بل أسلوب حياة. حتى في وسط المدينة تلاقي حدائق ومساحات خضراء مزروعة بشكل ذكي، تعطيك كذا لحظة راحة بين الزحام. صراحة المكان تحس نفسك كأنك في فيلم، تريد تجيك اليوم هنا. واللي عجبني في بكين بتشوف كيف التوازن بين التطور والطبيعة، وهذا الشيء قليل تشوفه بهالشكل في أماكن ثانية. حقيقة لاحظت أن الناس في بكين تحسهم مستمتعين باللحظة، دائما تشوفهم كذا مروقين، يحبوا يمزحوا معك ويحبوا التصوير كثير. والحين بخليكم تستمتعوا معاي في المناظر الجميلة وتروقوا معاي. صباح الخير، صباح يوم جميل. راح أشيلكم مكان اليوم واجد جميل، فشوفوا معي المكان.
وكالعادة أفضل أني أقضي مشاويري في المترو. هو المكان قريب يعني يبعد عني تقريبا محطة واحدة بس. فركبت المترو واتجهت للمكان. وصلت المحطة فباخذ لي سكن لأنه يبعد تقريبا المكان 15 دقيقة من المحطة. أسرع في السكن. وهذا أنا وصلت المكان بس أقفل السكن خلاص. هذا هو المكان اليوم اللي جيته، مكان يبيع شتلات وورد ونباتات. من أول ما دخلت ريحة الزرع والمكان تفتح النفس حقيقة. المكان هادي وجميل وألوان الورد منتشرة بكل زاوية، ورد أحمر، ورد أبيض، بنفسجي، كل الألوان، حتى ألوان يمكن أول مرة تشوفها. وبتحصل أنواع كثيرة من الشتلات، يعني في شتلات صغيرة اللي يحب يزرع على الشرفة كذا معه في الشقة، وفي شتلات طبعا أكبر اللي عنده مثلا حديقة في البيت أو مزرعة. اللي عجبني في المكان إنه في شتلات كل شتلة ونوعها، مثلا كيف تعتني في هذه الشتلة وكيف تعتني في هذا النوع من الورود. والحلو إن نفس الشيء الموظفين يساعدوك، يعني لما تريد تاخذ أي شتلة تسأل الموظف يخبرك طريقة كيف تعتني فيها. وأسعارهم بعد جدا مناسبة، يعني الأسعار تتراوح كذا ما بين 50 إلى 100 كواي. متخيل جمال الشتلات والألوان الحلوة. بصراحة لو عندك شقة أو حتى غرفة صغيرة، سبحان الله الشتلات والورد يعطوا روح للمكان، تحس المكان حي ومرتب وتخفف من ضغط اليوم. وأنا مفكر صراحة أخذ لي كذا وردة أو شتلة أزين بها زاوية الشقة معي. يعني غير عن الزينة صراحة الزرع يعطي كذا طاقة إيجابية ويريح البال. ولاحظت بعد عندهم أسماك الزينة، الناس اللي تحب تربي الأسماك، في النوع الأبيض والنوع الأحمر، صراحة أشكالهم جدا جميلة. وفي قسم بعد اللي هم يبيعوا الفازات، إذا عندك شتلة وحاب كذا تدلعها وتاخذ لك فازة جميلة، هذا المكان يبيع أنواع كثيرة وأنواع جدا جميلة. وانتهت الجولة، خضيت معي هذه الورود الجميلة ورحت الشقة، زينت المكان وطلع المكان جدا جميل نفس ما انتم شايفين. وش رايكم بس بالترتيب؟ وبس والله هذا كان أول فيديو لي في اليوتيوب، أول فلوق أعمله. لا تنسونا من اللايكات والاشتراكات، وإن شاء الله نلتقيكم في فلوق ثاني. السلام.